أول حاجة طبعا يعني أولا أنا بشكركم على الاستضافة الكريمة. ثانيا فيما يتصل باتهامات المعارضة والرد عليها، الحقيقة الخطاب خلى من أي ردود حقيقية. الخطاب تكرار نمطي لنفس القضايا ونفس العبارات ونفس المفاهيم التي يكررها الرئيس مبارك منذ قرابة 29 عام. لم نجد جديدا نستطيع أن نتوقف أمامه. كلام عام، ترضيات لفظية ولغوية دون وضوح لبرامج أو أرقام أو بيانات. بعض الأرقام والبيانات التي استمعنا إليها سواء كان في خطاب الرئيس مبارك أو في خطابات قيادات الحزب الوطني في ذات الصباح، أحمد عز وصفوت الشريف وآخرين، الحقيقة بتجعلنا يعني نقدم لهم التهنئة بمؤتمرهم الذي ينعقد في وطنهم الثاني مصر. لأن الحقيقة لا أتصور أن هذه الأرقام في مصر، ولا أتصور أنهم يتحدثوا عن هذا الوطن وهم يسوقوا لنا كم من الأرقام غير الحقيقية التي تتناقض مع ما يدركه المواطن المصري، تتناقض مع تقارير المؤسسات الدولية، تتناقض مع نفس الأرقام التي كثيرا ما تعلن من أطراف أخرى شركاء في هذا النظام. الحقيقة المواطن المصري أكثر من يعرف أن هذه الأرقام لا تعبر أبدا عن حقيقة واقع الحال في مصر. إنهم يتحدثون عن وطن أسعد حالا من أمريكا وأوروبا وأكثر رخاء من السويد والخليج. حساب معدلات التنمية مثلا بتحسب بطريقة غير صحيحة، وإن كانت في ظاهر الأمور قد تبدو صحيحة. لما يتكلم عن التضخم مثلا ويقول والله إن احنا عندنا معدل التضخم يساوي هذا الرقم. طيب كيف تقيس هذا المعدل؟ أقيسه عن طريق سلة الغذاء، اللي هو يعمل سلة الغذاء هذا العام ونفس السلة العام اللي قبله، ويبتدي يحدد الفارق التضخم قد ايه. الحقيقة اللي بيحصل حاجة تانية، ان التلاعب يتم في الوزن النسبي للسلع داخل ذات السلة، فيتبين ان المواطن المصري لا يأكل الا رغيف الخبز الذي لا يرتفع سعره، ولا يتعاطى اي شيء غير البنزين 80 اللي هو اصلا مش موجود ولا حد يستطيع ان يجده في الاسواق، بحيث يصل حجم التضخم الى رقم غير حقيقي. طريقة القياس الخارجية تبدو كأنها صحيحة، لكن عمليا النتيجة غير صحيحة. التضخم في مصر مهول، الناس تعاني من الغلاء، الناس تعاني من الفقر، معدلات الفقر تتزايد بشكل غير مقبول. اما نتكلم عن 35% من المصريين دخلهم اقل من $1، بمعنى ان هم تحت خط الفقر بكثير. اما نتكلم ان 1% من المصريين بيمتلك النسبة الأكبر من عوائد التنمية أو من الدخل القومي. ده نتيجة احتكارات ونتيجة سوء وفساد في السياسة الاقتصادية وغياب العدالة التي يغيب معها توزيع عادل لعوائد التنمية. فالحديث عن عوائد التنمية الحقيقة حديث ليس صحيحا، ما اقدرش اقول كاذب، لكنه ليس صحيحا، لأنها تنمية غير موالية للأغلبية العظمى من الناس، تنمية غير موالية للفقراء، تنمية موالية لفئة محددة من أصحاب أو من كبار أصحاب الأعمال. وللأسف الشديد لا نستطيع أن نجد واحد منهم خارج هذه القاعة طيب اللي كنا بنتفرج عليها الآن، اللي هي قاعة خوفو. نعم. في قاعة المؤتمرات. أنا منذ أن كنت طفلا في المدرسة الثانوية وأنا أسمع الرئيس مبارك يتحدث عن أن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، وأن الشباب وكل ما يأتي في هذا الإطار من العبارات التي الحقيقة لا تعبر عن توجه حقيقي في مصر خلال على الأقل 29 سنة، إلا إذا اعتبرنا أن الشباب في مصر مختزل في السيد جمال مبارك شخصيا. هذه النقطة الغامضة الواضحة. هذا الغموض لا يعني إلا وضوح أن هناك مخطط حقيقي للتوريث بالدم. احنا بنعاني منذ أكثر من نصف قرن في مصر من عملية توريث بالتوظيف أو بالاختيار. الآن أصبح التوريث بالدم وبالاختيار، بمعنى أننا نعتقد أن الرئيس مبارك هو وريث الرئيس السادات، ورئيس السادات هو وريث الرئيس عبد الناصر، وأي رئيس يأتي من خارج إرادة الناس ومن خارج آليات حرة مرنة ديمقراطية هو وريث لمن قبله الذي عينه أو وظفه في هذه الوظيفة. فالحقيقة التوريث موجود عندنا من زمان، لكن الجديد أن التوريث أصبح مش بس بالتوظيف والاختيار، لا ده كمان بالدم. والحقيقة دي أبرز مظاهر التوريث
زعيمنا القديم احمد عرابي وقف من اكثر من 120 سنه يقول في ميدان عابدين لن نورث بعد اليوم. احنا بعد 120 سنه مضطرين ان نقول نفس العباره، لن نورث بعد اليوم. ومساله التوريث بهذا الشكل مساله حتى ولو جاءت في ظل حمايه دستوريه او صناعه نص دستوري يجعل من الوريث هو الفرصه الوحيده القائمه للترشيح، هذا توريث. احنا بنتكلم عن انتخابات ايه؟ انتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى في ظل اشراف القضاء، وكان لدينا تحفظات كثيره على تدخلات الامن وتدخلات الدوله وعدم الحياد. النهارده بعد ما الغوا بتعديل دستوري اشراف القضاء ماذا ننتظر؟ ده احنا بننتظر الحقيقه حفله من التزوير المسبق والواضح. فالحديث عن الانتخابات ليس هو البدايه وليس هو النهايه، لكنه جزء من منظومه مطلوب اصلاحها. تزوير الانتخابات سيتم لخدمه قضيه التوريث ولإخلاء الساحة والتمهيد لفكر التوريث. لذلك احنا بنتكلم عن أصل البلوى، وعلينا أن نفهم جيدا أنه لا انتخابات في ظل عدم وجود إشراف قضائي ولا رقابة دولية ولا أي شكل من أشكال الرقابة. يعني عايز أقول لك أن حتى القردة في حديقة حيوانات الجيزة يعلمون أن الانتخابات القادمة ستكون مزورة بفعل غياب الإشراف القضائي، كما كانت الكثير من الانتخابات والاستفتاءات أو كل الاستفتاءات في مصر لم تكن حقيقية ولم تكن تعبر إطلاقا عن إرادة الناس في مصر. أن العمل الجبهوي له طبيعة خاصة. أولا إحنا مش جبهة، ثانيا إحنا مش ائتلاف بين قوى سياسية أو أحزاب، إحنا حملة موجهة لقضية بعينها. هذه قضية عنوانها ضد التوريث. هذه الحملة معنية بهذه القضية. القوى المشاركة من أقصى اليمين لأقصى اليسار، شيوعيين، اشتراكيين ثوريين، ليبراليين، الاخوان المسلمين، اسلاميين اخرين، كل هذه القوى مختلفة بطبيعة الحال وليست يعني حزب واحد او مشروع لاتفاق على ائتلاف او جبهة واحدة، لكنها حملة موجهة في قضية بعينها. يأخذ بعض الناس بعض التصريحات من هنا او هناك يتصور ان هناك خلاف في قضايا اخرى. نعم هناك خلاف في معظم القضايا، لكن القضايا المتفق عليها وهي قضايا الحريات وقضية أننا جميعا ضد التوريث وأننا جميعا ضد الاستبداد، هذه القضايا محل اتفاق كامل ولا يوجد شبهة انشقاق أو خلاف حولها. هذه الجبهة الحقيقة لديها مقومات، هي مش جبهة، هي هذه الحملة لديها مقومات النجاح، لأن القضية تستفز الشارع المصري. الشارع المصري مشارك، حجم المشاركين على الانترنت والمتفاعلين من الشباب والعلاقات الشبكية، واحنا الحقيقة بنعتمد في الحملة المصرية على فكرة علاقات شبكية، كل منا يعمل في نقطة مستقلة لكن جميعنا بيجمعوا شبكة واحدة في الحملة المصرية ضد التوريث. وإذا كان هناك أي تنظيمات للعمل فإحنا بنناقشها سويا، لكن طرح مثل هذه القضايا على الإعلام أعتقد أنها لا تهم الناس. لكن أنا يعني بأكد لك فقط أننا جميعا نلتزم بقواعد العمل الجبهوي، نلتزم جميعا بمبادئ الحملة، كل منا في إطار الحالة الشبكية، أن كل منا له عمله الخاص ضد التوريث، وأيضا له عمله في إطار الشبكة العامة التي تجمع كل هذه القوى وكل ألوان الطرف السياسي والأحزاب السياسية المختلفة، مثل الكرامة، مثل الجبهة مؤخرا انضم حزب الغد الذي أمثله، إلى آخر هذه القوى جميعا بتأتلف تحت القضايا العريضة، لكن أيضا لها مشاريعها الخاصة ولها دورها الخاص. احنا مش لسه هنبتدي نواجه توريث من 14 أكتوبر، لكن احنا كل منا له عمله، ولكن في النهاية في أعمال مشتركة. البعض يفسر الأعمال المستقلة وكأنها خروج عن العمل العام، لا مش صحيح، هذا جزء من عملنا. مثلا كحزب الغد يأتي في النهاية عندما نطلب للمشاركة في عمل عام في هذه الحملة بنشارك في إطار العمل العام باسم الحملة ولكن مش باسم حزب الغد. يعني هي مسائل بسيطة الحقيقة، ما احبش أشغل المشاهدين بيها لأنها مسائل فنية.